مباراة الأهلي وصن داونز النهاردة الحمد لله عملنا أداء كويس، لعبنا جيم تكتيكي كويس جدا. عرفنا نحجم خطورة صن داونز، عرفنا نقفل عليهم المساحات. طبعا في الأول كورة كده غريبة، كلنا كنا مندهشين من التشكيلة ومستغربين ازاي يلعب بالتشكيلة ديت، وفي الآخر الحمد لله يعني طلع ده هو صح. والتشكيلة الحمد لله يعني حجمنا خطورة صن داونز، وعرفنا نروح عليهم بهجمات كويسة، واحنا كنا الأفضل، واحنا كنا نستحق الفوز، واحنا كنا الأخطر في الماتش، وسجلنا هدفين، والهدفين اللي حسبوا اوفسايد. بالنسبة للعيبة المباراة الأحسن من وجهة نظري هو إمام عاشور، أفضل لاعب في المباراة. وأسوأ لاعب في المباراة بالنسبة لي هو رامي ربيعة. المباراة كانت كويسة الحمد لله، عرفنا نتعادل بنتيجة كويسة. واحنا كنا حق الفوز الحمد لله يعني، وقدر الله ما شاء فعل. وإن شاء الله نكسب المباراة في القاهرة يوم الجمعة إن شاء الله ونصعد. نتكلم فنيات شوية. انت احسن يعني كان من الجيم، انت لعبت الجيم تكتيكي كويس جدا، بس يمكن الغلطات اللي على كورر اللي هو ما بدلش مثلا في اخر 10 دقايق، اخر تلت ساعة نزل اشرف بن شرقي وحسين الشحات. هو كانت التعديل على كرة الصغنونة دي بس، اللي هو كان نزل كان نزل اشرف بن شرقي في اخر تلت ساعة. كنا ممكن نسجل هدف نسجل هدف نكسب بيه الماتش. وبن شرقي نزل في الوقت اللي هو نزل فيه، نزل سجل هدف بس اتحسب اوفسايد، كان تسلل. بالنسبة لتقييمات المباراة، محمد الشناوي تقييم 7/10. ياسر إبراهيم تقييم ممكن 6.5/10. عندك ما لعبش كويس يعني، ياسر كان نص نص يعني، جيد، ما كانش اللي هو أحسن حاجة. عندك أشرف داري 8.5/10، شابوه. هو أشرف داري مدافع تقيل جدا، مدافع جامد، وكويس جدا أشرف داري. بالنسبة محمد هاني تقييم 6/10. مصطفى العش تقييم 6.5/10 أو 7. مصطفى العش كان عامل مباراة كويسة يعني، إلى حد ما كانت المباراة كويسة. بالنسبة لخط النص، مروان عطية شابوه، مروان عطية ثابت. مروان عطية تقييم 7.5/10. أحمد رضا عمل مباراة كويسة برضو، 7/10. إمام عاشور تقييم 8.5/10. محمد طاهر تقييم 7.5/10. وجراديشار 8/10. جراديشار عمل مباراة كويسة، جات له فرصة كرة في العارضة، والكرة اللي جابها جون اتحسبت اوفسايد، وعمل مباراة كويسة وكان بيلعب باصات كويسة يعني. وكولر النهاردة اديله تقييم 9.5/10. كولر 9.5/10، عمل جيم تكتيكي جامد. الله والله عمل جيم تكتيكي جامد جدا. مفيش غير بس لا النص دوت هخصمه منه عشان التبديلات، اللي هو لو كان نازل اخر تلت ساعة في المباراة كنا ممكن نسجل هدف او هدفين كمان. هو نزل وسجلنا هدف بس اتحسب اوفسايد. فاهم يعني، نزل بن شرقي في اخر الماتش. بالنسبة نقيم بن شرقي عشان التبديلات اللي نزلت، بن شرقي ياخد تقييم 8/10. نزل سجل جون، جاب جون على طول. ومن أكرم توفيق ملحقش يلعب، ممكن نديله تقييم 7.5/10. 7/10 كويسة على أكرم.